السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الزيتون في المنام. أما ثمر الزيتون في المنام بيدل على الهموم والأحزان. من رأى أنه يحمل الزيتون أو يمتلك الزيتون أو بيأكل الزيتون في الحلم بيدل على الهم والحزن. أحسن رؤية للزيتون في المنام إن كان الرائي مريض، لأن الزيتون في الحلم للمريض بيدل على الشفاء، كما بيدل الزيتون في الرؤية على الهداية والتوبة. أما أكل الزيتون الأخضر في المنام بيدل على حالة فيها هم ونكد ومتاعب مالية، وذلك لمرارة طعمه، ولأنه لا يأكل دون المعالجة أو بالتخليل. طيب، أما الزيتون في الحلم للفقير رزق ومال، وللمريض شفاء. شجرة الزيتون ورمز شجرة الزيتون في المنام. يقول ابن سيرين إن شجرة الزيتون في الحلم أحسن من الثمرة، وشجرة الزيتون في الحلم تدل على الرجل المبارك والمرأة الشريفة. وشجرة الزيتون في المنام تدل على العلم والبركة. بتدل شجرة الزيتون على المنفعة من جهة الأقارب، كما بتدل شجرة الزيتون في الحلم على ثبات النعمة والبركة في العمل والرزق، لأنها من الأشجار المباركة المعمرة المتينة في الأرض. أما زراعة شجرة الزيتون في المنام بتدل على بركة في عمل جديد أو مصدر جديد للرزق. وقيل زرع شجرة الزيتون في المنام هي نتائج مباركة لكنها بعيدة الأمد، لأن الزيتون بيأخذ وقت طويل أن يطرح الثمر بتاعه. كما بيدل زرع الزيتون في المنام على معروف أو جميل يصنعه الرائي فبيرد إليه بأحسن منه. تدل زراعة شجرة الزيتون في الحلم على أعمال الرائي الصالحة التي ينال عليها جزء حسن من دنياه وآخرته. بنقول كمان إن قطع شجرة الزيتون في المنام بيدل على موت رجل جليل في ذلك المكان. رؤية احتراق شجرة الزيتون أو موتها، أو من إنه يحرق شجرة زيتون في المنام ربما ظلم رجل مبارك وتعدى عليه. بنقول كمان جمع الزيتون في المنام من تحت الشجرة بيدل على مال ورزق، أو بيدل على الاستفادة من رجل مبارك، والله تعالى أعلى وأعلم. وقطف الزيتون في المنام بيدل على الرزق المبارك الذي يكون فيه مشقة. أغصان الزيتون في المنام بتدل على أقارب الرائي وأهله، فإن رأى فيه خير كان فيهم مثله، والعكس صحيح. ربما دل غصن الزيتون في المنام على الصلح بعد الخصومة، أو على شراكة مباركة بتدوم وتطرح بركة، خاصة من رأى أنه يحمل غصن الزيتون في يده. طيب، أخذ غصن الزيتون في المنام من شخص يدل على الأمان من جهته، كذلك من أعطى غصن الزيتون في الحلم منح الأمان لغيره. وبتدل أغصان الزيتون في الحلم على تعدد مصادر الرزق، والله تعالى أعلى وأعلم. أما ورق الزيتون في الحلم بيدل على أهل الخير والصلاح، ومن أمسك ورق الزيتون في المنام أو أغصانه أمسك بالعروة الوثقى. كما إن ورق الزيتون في المنام للمريض قوة وشفاء بإذن الله. أكل الزيتون في الحلم عند ابن سيرين هم، وعند النابلسي رزق وبركة. أما أكل الزيتون في المنام للمريض شفاء ومنفعة وقوة في البدن. أما بلع الزيتون في المنام ربما دل على طمع في الرزق وعجلة لا تحمد، وهي إشارة للرائي التريث والصبر. رؤية الزيتون الأخضر في المنام على الشجر يدل على رزق مبارك لكنه بطيء. أما أكل الزيتون الأخضر في المنام دون تخليل أو معالجة بيدل على هم غالب لأنه طعمه مر، إلا أن يكون الرائي مريض فبيدل على شفاء بعد تعب. أكل الزيتون الأخضر المخلل في المنام رزق مبارك يدوم، إلا أن يكون الزيتون في المنام مالح، لأن الزيتون المالح في المنام أقوى في الدلالة على الهم والحزن. الزيتون الأسود في المنام بيدل على البركة والرزق الثابت، كل ذلك على ألا يكون الزيتون مالح أو مكروه الطعم أو ني. أما أكل الزيتون الأسود في المنام سرور في الأسرة واستقرار في الزواج، وهو للأعزب بشارة إنها يكون من أهل الصلاح. الزيتون الأصفر في الحلم بيدل على الديون والمشاكل والحسد والمرض. شراء الزيتون في المنام بيدل على تحمل المسؤولية، أو إنه بيدل على أخبار سعيدة. شراء الزيتون الأخضر في الحلم بقصد تخليله بيدل على استعداد الرائي لمرحلة جديدة في حياته بتكون مباركة إن شاء الله.
أما صناعة الزيتون وتخليل الزيتون في الحلم بيدل على حفظ المال والأخذ بأسباب الرزق. بيع الزيتون في الحلم ربما دل على نقل المسؤولية إلى شخص آخر، أو بيدل على زوال الهم. أما من كان يعمل بالزراعة فبيبيع الزيتون في المنام هو رزق مبارك. من رأى أنه يبيع خشب الزيتون في الحلم أنه يستبدل ما هو مبارك ومتين عنده بما هو أدنى، سواء في عمله أو في حياته أو في حتى مبادئه وأفكاره. طيب، كما بيدل تفريق أو توزيع الزيتون في المنام على منفعة عامة من الرائي لأهله ومعارفه. ربما دل توزيع الزيتون في المنام على تعليم الناس التلاوة وعلوم الدين إن كان الرائي أهلا لذلك. من رأى الميت يطلب الزيتون في المنام فذلك طلبه للدعاء والصدقة. أما من رأى الميت يعطيه الزيتون في المنام بيكون خير ومنفعة للرائي ورزق مبارك. ربما دل إعطاء الميت الزيتون في المنام على وصية الميت للرائي بأهله. كذلك رؤية الميت يأكل زيتون في المنام فعلى الرائي أن يخرج صدقة على روح الميت ويدعو له بالرحمة والمغفرة. من رأى الميت يأخذ الزيتون من الرائي في المنام بيدل على نقص في المال والرزق ونقص في البركة. كما بتدل رؤية أخذ الميت للزيتون في الحلم على هم يصيب الرائي. عصر الزيتون في المنام بيدل على التعب والمشقة. كذلك من رأى أنه ينقي الزيتون في الحلم، لكن من رأى أنه يعصر الزيتون في المنام ثم يأكل من الزيت أو يدهن نفسه بيكون بركة للرائي بعد تعب وشفاء من مرض. شجرة الزيتون في المنام للعزباء بتدل على خاطب له حسب ونسب ومال، وبيكون زواجهم منه مبارك بإذن الله. من رأت أنها تمسك غصن الزيتون في المنام فهي تستعين بأقاربها وأهلها وتجد فيهم العون والسند. أما من رأت أنها تمسك أوراق الزيتون في الحلم بيدل على أهل خطيبها وهم أهل خير وصلاح، أو بيدل على أهلها وهم كذلك. أما ورق الزيتون في المنام للعزباء إن كان فيها مرض أو علة بيدل على شفائها من المرض. كما بتدل رؤية أكل الزيتون في المنام للعزباء على بركة ورزق، إلا إن كانت فيه هموم قد يدل أكل الزيتون في الحلم إن همومها تطول لكنها تنتهي إلى خير. وقيل إن أكل الزيتون في الحلم الأسود في المنام أحسن من الأخضر، وبيدل على خطبة أو زواج مبارك أو عمل فيه أرباح. وزيت الزيتون في منام العزباء بيدل على البركة والشفاء سواء رأت إنها تدهن شعرها بزيت الزيتون أو جسمها. أما إن رأت إنها تعصر الزيتون في المنام فهي تتعرض لمتاعب ومشقات في علاقتها مع أهلها أو أهل الخطيب. أما شرب زيت الزيتون في المنام للعزباء ربما دل على السحر والحسد، والله تعالى أعلى وأعلم. شجرة الزيتون في المنام للمتزوجة بتدل على زوجها وهو رجل نبيل ومبارك. رؤية قطع شجرة الزيتون في منام المتزوجة أو احتراقها بتدل على مرض زوجها. أما من رأت انكسار أغصان شجر الزيتون في الحلم دل على مشاكل أو مصيبة في أقاربها. أكل الزيتون في منام المتزوجة بيدل على زيادة المسؤولية في تربية الأولاد، أو بيدل على أكل الزيتون كمان في حلم المتزوجة على الهموم. ومع ذلك فإن أكل الزيتون الأسود المخلل إن كان لذيذ لا مالح ولا مر دل على البركة في حياتها والاستقرار. أما أكل الزيتون في منام الحامل بيدل على متاعب الحمل وعليها أن تنتبه أكتر لصحتها بالأخص إن كان الزيتون في الحلم مالح. أما من رأت إنها تجلس تحت شجرة الزيتون في المنام وكانت حامل فمولدها مبارك بإذن الله، أو إنها تستجير برجل مبارك وتحتمي به قد يكون زوجها أو أحد أهلها. دي كانت حلقتنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.